8 أعشاب بتساعد على تقوية الذاكرة والتركيز. أول حاجة الشاي الأخضر، وده فيه مضادات أكسدة وفيتامينات وكروم وزنك، بتساعد على تقوية المناعة وتنشيط جميع الخلايا العصبية، فبتساعد على تقوية الذاكرة ورفع معدل التركيز. النعناع بيساعد على تقليل التوتر والإرهاق فيزود التركيز. حبة البركة ليها دور كبير في تقوية الذاكرة، وخدوا بالكم ممكن ناكلها صحيحة أو نحطها على الأكل، والرسول صلى الله عليه وسلم أكد إن حبة البركة بتشفي من جميع الأمراض. الجنزبيل بيساعد في تقوية الذاكرة عشان فيه فيتامينات كتير قوي، زي فيتامين A وفيتامين B وفيتامين C، وكمان فيه عناصر زي المغنيسيوم والحديد والكالسيوم والزنك والبوتاسيوم والفسفور، فبيساعد في تقوية الذاكرة وزيادة التركيز. إكليل الجبل، وده مليان بالمركبات اللي ليها تأثير مضاد للأكسدة ومضاد للالتهاب، فبيقوي الجهاز المناعي في الجسم ويحسن الدورة الدموية، فيساعد على تقوية الذاكرة وزيادة التركيز وزيادة نسبة الذكاء. المرمرية أو المريمية، ودي من الأعشاب المهمة اللي بتحافظ على الذاكرة وترفع معدل الذكاء عشان فيها مضادات أكسدة. القرفة، ودي من الأعشاب المهمة اللي بتساعد على زيادة التركيز، وعلى فكرة ممكن نشربها زي الشاي أو نحطها بهارات على الأكل. القرنفل، وطبعا القرنفل فيه خواص بتساعد على علاج أي خلل بيحصل في الذاكرة، فيساعد على تقوية الذاكرة وتقوية القدرات الإدراكية وزيادة التركيز.